السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم اليوم بهاد الوصفة ديال هاد لي مادلين كيجيو ما شاء الله خفاف وبنان بنكهة ديال الحامض، وما شاء الله بمقادير اللي هما مضبوطين وحتى متواجدين في كل بيت، غير البيض والحليب والحامض كتحصلوا على آلات انواع ديال المادلين. شوف معايا ما شاء الله كيجيو هشين وخفاف، وحتى المذاق ديالهم كيجيو هائلين. المهم هذا الفيديو راه كنت ديجا صورته دابا تقريبا شي شهرين، غير ما كانتش لي ظروف خاصه ما حطيتوش لكم في القناه، كنت عملته في مقاطع دوك الصغار، ولكن اليوم قلت غادي نحطهم باش تجربوهم، راه غيعجبكم بزاف. نتمنى انكم تتبعوا هذا الفيديو للاخر. بسم الله نبداو في الوصفه. في اناء غادي نحط 3 د البيضات كيكونوا بحجم كبير بدرجه الغرفه، وجوج ديال الفاني، كاس الا ربع من السكر حبيبات، وكاس الا ربع من الزيت، وثلث كاس من العصير ديال الحامض، وكنضيف عليهم كاس الا ربع من الحليب اللي كيكون بدرجه حراره الغرفه. المهم كل شيء بدرجه حراره الغرفه بالنسبه ديال البيض والحليب وحتى العصير. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى يندمجوا، يولي عندنا واحد الخليط كيكون مائل للبيضيه. صافي كنخلطوا هاد الشيء مزيان كما قلت لكم. انا وضعت هاد الغطاء باش ما طيش معايا الخليط. المهم نتوما صافي دابا كنوقف الخلاط وكنضيف دابا الدقيق. بالنسبه للدقيق ضفت الكاس الاول مع رشه ديال الملحه، وغادي نغربل. ضروري انكم كتغربلوا الدقيق، من الاحسن 2 مرات كتغربلوا بالغربله الاولى وفي الغربله الثانيه فاش كتضيفوه للخليط. صافي بعد ما كندوزو هكا باش ما يطيش معايا الدقيق كنخلطو مزيان، وكنضيف الكاس الثاني من الدقيق. كتشوفوا معايا الكيسين كيكونوا عامرين ممسوحين. هذا هو الكميه اللي غادي نحتاجوها في هذه الكميه ديال لي مادلين. صافي كما كتشوفوا معايا قبل ما نشغل الخلاط كندوز مزيان حتى كيندمج الدقيق مع الخليط، عاد كنشغل الخلاط باش ما يطيرش الدقيق، وغادي يعني يتناثر على سطح العامل. صافي دابا بعد ما خلطت كنجي سباتيلا وكنحيد الجوانب باش يعني تخلط هذا الخليط مزيان مزيان، وعاد دابا غادي نشغل الخلاط باش تخلط ليا مزيان. كتلاحظوا بعد ما كتخلطوه مزيان انك تشوفوا فقاعات اولا كما كتشوفوا معايا كتعرفوا بان الخليط صافي مخلط عندكم مزيان. دابا عاد غادي نضيف الخميره ديال الحلوى 16 غرام، وكنضيفوا واحد الملعقه صغيره من الخل. هذا الخليط المهم هاد الطريقه كنعملها بعض المرات للكيك لان كتعطي لينا واحد النتيجه زوينه بزاف. يعني داك التفاعل بين الخميره والخل كيخلي لينا الكيك هشيش بزاف بزاف، وحتى يعني كيعطي لينا واحد الخفه لهاد المادلين او لا بانواع الكيك كاملين البنات. صافي كنخلط هاد الشيء مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا. ديك الفقاعات ولاو كيبانوا اكثر فاش درنا الخميره. صافي كما كتشوف معايا صافي الخليط وصل يعني صافي تخلط مزيان. صافي دابا غادي نجيب سباتيلا غادي نوري لكم القوام ديال هاد الخليط ديال المادلين. كما كتشوفوا معايا الخليط قدامكم، القوام ديالو كيجي ما شاء الله بحال الخليط تقريبا ديال الجينواز، يعني لان خلطناه مزيان حتى تكونوا هاد الفقاعات اللي كيبانوا لكم في هاد الخليط. صافي مهم دابا غادي نشوفوا باش تعرفوا ان الخليط عندكم كفايه ديال الدقيق كديروا رقم 8 وكتكملوه وما كيهبطش لكم. كنجيب هاد القوالب ديال المادلين، انا هادو شريتهم اللي كيبيعوا اللوازم ديال 5 دراهم، لقيتو عندهم شريت هاد 2 باكيات يعني 10 دراهم بيناتهم. مهم ولا كديروا القوالب ديال الكاغيط اللي مولفين ديال لي مادلين. انا حبيت انني نغير الشكل ديال المادلين، بغيتو يجيني طويل ولكم الاختيار. شوفوا مهم ان احسن البنات انا جربتهم عفوا اول مره مسحتهم مزيان وجربت فيهم الخليط. من احسن البنات نتوما كدهنوهم شويه ديال الزيت بالشيته وكديروا الدقيق باش تفادوا انهم يلصقوا لكم. انا لصقوا ليا يعني شويه صافي في القوالب. المهم صافي كنحتاجوا اللوز ايفيلي والسكر حبيبات، من الاحسن يكون السكر حبيبات ديالو كبار. صافي كنجيب هاد الملعقه ديال لاضو او المثلجات اللي غادي نعمروا بها القوالب ديالنا لان عمليه بزاف البنات. المهم كنبدا نعمر في الخليط في القوالب. البنات ما قلت لكم بان الخليط راه عملته في الثلاجه واحد ربع ساعه باش يرتاح مزيان. كتدخلوه للثلاجه قبل ما تعمروا في القوالب ربع ساعه على ما تجمعوا الروينه وداك الشيء، وعاد غادي تبداو تعمروهم كما كتشوفوا. كنعمروهم يعني قل ربع، يعني كنقول يعني كتر شويه من النص باش يجي لكم نيشان مع القوالب يعني فاش كيتنفخوا. صافي كنعمرهم. بالنسبه للكميه اللي عطاتني غادي نقول لكم في اخر الفيديو.
يعني كميه وفيره، غير 3 البيضات. واحد المادلين اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف، خصوصا اللي كيبغيو النكهه ديال الحامض. المهم صافي كنعمر القوالب ديالي كاملين، ومن بعد ما كنعمروهم كنزينوهم باللوز افيلي والسكر حبيبات. المهم كما كتشوفوا معايا نص الكميه غادي نزينوه باللوز افيلي وسكر حبيبات، واحد النص غادي نزينو غير بالسكر من الفوق، لان عندي وليدات ما كيبغيوش يعني شي حاجه مزوقه باللوز ولا بشي حاجه مهرمشه. صافي كنكمل الكميه وكنحطهم في الصينيه يعني ديال الفران، وكندخلهم الفران يطيبوا كاي مادلين اولا كيك. الفران كنشعلوه واحد شويه من قبل، يعني فاش كنقربوا نزينو كنشعلوا الفران على نار متوسطه. صافي فاش كنكملوا كندخلهم الفران يطيبوا على نار اللي كتكون في الاول شويه يعني متوسطه. صافي حتى كتنفخوا مزيان وكنشوفوا بانهم بداو يتحمروا لينا من الجوانب. صافي كنشعلوا عليهم شويه من الفوق وكيتحمروا كياخذوا لينا داك اللون محمر زوين. صافي كما كتشوفوا معايا صافي دابا ساليت لهم تزيين، ندخلهم الفران كما قلت لكم. وغادي نتلاقاو ان شاء الله فاش نشوفوا النتيجه ديال هاد لي مادلين. وشوفوا معايا بعد ما طابوا لي مادلين ما شاء الله واحد اللون زوين بزاف، وما الريحه نقول لكم الريحه ديالهم راه كيشهيو بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم بالطريقه اللي عملتها وتحت المقادير اللي عملتهم باش يجيو لكم نيشان، يعني يعني يجي لكم نتيجه بحال هذه. صافي كما كتشوفوا معايا خليتهم حتى بردوا مزيان، ودابا غادي نحل عليهم القوالب بهذه الطريقه، كنحلهم من الجناب عاد كنستخرج هاد المادلين كما كتشوفوا معايا. بعض الحبات في الاخر لقيت بانهم لصقوا لي واحد جوج حبات، لهذا قلت لكم الاحسن انكم تدهنوا بواحد شويه ديال الزيت وكديروا ليهم شويه ديال الدقيق باش يخرجوا لكم يعني نيشان وما غاديش يعذبوكم. صافي كما كتشوفوا معايا ما شاء الله واحد المادلين واعره البنات بزاف. المهم شوفوا معايا ما شاء الله القوام ديالو اسفنجي، وغادي ناخذ معكم هاد الحبه باش تشوفوا، نقسمها قدامكم باش تشوفوا معايا القوام ديالها. شوفوا معايا البنات القوام ديال هاد لي مادلين كيجيو خفاف، اما المذاق ديالهم واعر البنات، خصوصا ديك النكهه ديال الحامض فيهم جات بنينه بنينه بزاف. نتمنى هاد الفيديو او هاد الوصفه تجربوها بالطريقه اللي عملت لكم، حتى المقادير المضبوطين اللي فيها. مع السلامه.